لو انت بتعمل ريفاينانس ليه تختار 30 سنة احسن من 15 سنة؟ تعال بقى واحكي لك. الريفاينانس اما تيجي تعمله على 15 سنة هتلاقي الريت بتاعه احسن، بس البيمنت اعلى بكتير. لو انت عامله على 30 سنة هتلاقي الريت بتاعه اعلى سيكة صغيرة، بس البيمنت بتاعته حنينة. ليه؟ عشان على 30 سنة let's say البيمنت بتاعت ال 15 سنة 4.5، هتلاقي البيمنت بتاعت 30 سنة هتلاقيها ب3. طب احنا بنقول ايه على طول؟ احنا عارفين العقد شريعة المتعاقدين، احنا دلوقتي هنمضي عقد. انا بقى بقول لك امضي العقد على 30 سنة بس تاخد ال1500 الزيادة اللي انت هتدفعها في ال 15 سنة وتدفعها للبرنسبل على طول كل شهر. فهيحصل ايه؟ هتلاقي نفسك المدة قلت ل 15 16 سنة. فبالطريقة ديت انت مش موجوع كل شهر علشان تدفع المبلغ دوت، وفي نفس الوقت زي ما احنا عارفين دوام الحال من المحال. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم روح gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيك وربنا معاكم.